عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الدوريات. وطول فيها قوي بس هو عارف قوي ليه يا معلم؟ هتخلص من الكوره بسرعه، ما انت ممكن تروح مرتده وننجز. هو جربه. ما هياش الدقة الفنة. انت هنا وصلت كاس عالم وانت بتعدل مع وانت كسبان كونغو 2-1 اللي هي اصلا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ويا مساء الفل عليكم بفورمات جديد. طبعا انتوا مستغربين السماعة اللي أنا لابسها دي والتيشيرت بتاع الأهلي. أنا نويت إن شاء الله، أنا كنت قاعد في حلقة أوروبا للأسف ما نزلتش، يعني كنت قايل إن أنا ناوي أعمل حاجة جديدة إن شاء الله، إن أنا أعمل حاجة محلي. كنت اتكلمت عن الأهلي في الماتش بتاع الأهلي وبتروجيت، وطلعت اتكلمت عليه وكان في فيديو مدموج مع فيديو ليفربول. وقررت إن أنا أعمل بودكاست، يعني مش بودكاست، هو بودكاست صغير شوية عن الأهلي والزمالك وماتش السوبر يعني اللي جاي إن شاء الله. الأهلي هيلاعب فيه سيراميكا والزمالك هيلاعب فيه بيراميدز. النهارده الاهلي لعب والزمالك لعب، فانا قلت ايه استغلها فرصه، وانا كمان مش لوحدي، انا معايا صديقي وحبيبي الزملكاوي الاستاذ مروان ثروت، وشاركني الحديث في الزمالك. عامل ايه يا مروان؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا جاسر. ليك وحشة الصراحة، يعني بقالنا كتير ما اتكلمناش في الكورة، وما دي حقيقه. يعني ما لقيتش طبعا احسن من فرصة كده محلي عشان اتكلم فيها، فيلا بينا. يلا بينا. طيب بس اول حاجه ادام وصلكم الفيديو سوشيال لايك سبسكرايب وتشيروا الفيديوهات لكل الناس، ويعني وادعمونا بقى في الحاجات دي. يعني قولوا لي حابين مثلا الفورمات ده، حابين ان انا اكمل في المحلي، حابين ان انا اتكلم في المحلي. ممكن اقول لو حاجة؟ عجبكم يعني اقول. انا المونتير اللي بوظ اخر حلقتين من حصاد الاسبوع، بعتذر لكم يا جدا. عم ملهاش لازمه، عادي يعني، وماله، انت راجل صاحب قناه يعني. ماشي. طيب خلينا نبتدي كده سخنين، وعايز بان يعني انت تضيف يعني النهارده، عايز اسالك على حاجه. انت ايه رايك في رحيل يانيك فريرا؟ هل انت كنت مع ان هو يمشي ولا كنت مع ان هو يكمل وتصبروا عليه؟ انا بعد تعثر ماتش الاهلي كنت مع انه يستمر، وان انت بتبني مشروع. بس يانيك فيريرا آم، كان سيء. ادارته للماتشات كلها اللي بعدها كانت سيئة. آه، ادارته للماتشات السهلة او ماتشات الفرق اللي بتنافس على الهبوط، اللي من بداية الدوري هي ما بتكسبش، زي المقاولين. نعم. آه زي آه زي المقاولين. ماشي. تعثر الجونة، نادي الجونة برضو مم. تعثر، وكلها بتبقى تعثرات، بتبقى ماتشات في المتناول. انا اقول لك رايي في حاجه. انا ممكن ما كنتش اتفرجت على الزمالك يعني كذا ماتش او اتفرجت عليه كتير، بس يعني شفته في ماتش الاهلي، شفته في الماتش اللي هو اول ماتش في الدوري خالص. يعني تعالى اتكلم في ماتش الاهلي مثلا، عشان أنا ايه ده اكتر حاجه كنت مركز فيها يعني. هو بالنسبه لي عمل تصرف غريب جدا، ان هو وقت ما هو كسبان، وقت ما هو ضاغط وضيع كذا كوره في الاول، والاهلي ما كانش في احسن احواله، ومرة واحدة بعد ما جاب الجون بتاع حسام عبد المجيد راح رجع يدافع وقعد يكسكس غريبة يعني. أنا استغربت، قلت يكسكس اه بالكلمة عادية. ايوه يرجع لورا يعني. مش فاهم. ماشي. فاستغربت جدا ان هو عمل كده، وهو يعني عنده ايدج، هو كسبان، هو ماتش القمة انا بقول لك 10 دقايق انت كان زمانك متقدم باتنين ايوه على النادي الاهلي ايوه في اول صح. 10 دقايق. ايوه. انت عندك القدرة الهجومية بس انت مش عارف تستغلها. امم. يعني مثلا النهارده في ماتش طلائع الجيش، آه، النهارده يعني اول جون عدي الدباغ يجيبه من لعبة حلوة.
عدي دباغ معاه كان مختفي. كنت هقول لك يعني انت شايف انها المشكله الاكبر؟ اصل ده تقريبا السيناريو اللي الزمالك بيعمله كل سنه. يعني انا حتى قلت لك ان هو المدرب عامل نتائج مش كويسه فيقولوه فيلعبوا اول ماتش حلو فبعد كده تتخدعوا. ف... فانت هل انت شايف انها فعلا كانت مشكله يانيك فريرا، ولا مشكله بقى حاجه تاني، مشكله في اللعيبه، مشكله في مم. آه، لو كان السؤال ده كان بدري شوية كنت اقول لك مشكلة اللعيبة، لكن دلوقتي السؤال ده جاي متأخر. هي مشكلة يانيك فيريرا 100%. يانيك فيريرا. بس انا بقول لك دلوقتي، يعني انت اول ماتش، ما هو طبيعي اول ماتش بعد اقاله المدرب عند اي فريق بيبقى مختلف، صح؟ صح. فعشان كده بقول لك يعني هي ممكن ما تبقاش، ممكن بس تبقى اللي هو اهو خلصنا ومش عارف ايه، هنلعب بقى حلو. هو اول ماتش بتاع على اي فرقه، مش على الزمالك بس، اول ماتش بعد اقاله المدرب بيبقى مختلف. فممكن يعني اعتقد انها هتبان بعد كده قدام. هل هي فعلا مشكله يانيك فريرا ولا مشكله اللعيبه؟ مع الزمالك كان مقدم اداء يعني شغال، يعني قشطه كويس. فتفتكر ايه السبب اللي هو يعني خلاه ينحدر بالشكل ده؟ بص الصراحة هو مستواه ما قلش. هو مستواه زي ما هو. دي من وجهة نظري انا او اللي انا شايفه. مستواه زي ما هو بيلعب بنفس الطريقة، مم. بنفس التشكيل، ما بيعملش حاجة تاني. بيكسب فرق واحد دايما، او بالكتير بيكسب فرق اتنين. طيب انت شايف مين انسب حد ان هو يعني يكمل الوقت ده؟ ولا انت شايف انتوا مين دلوقتي ماسك الاداره الفنيه؟ ال- الكابتن احمد عبد الرؤوف اللي هو كان مساعد بتاعه. احمد عبد الرؤوف مسك الماتش بتاع النهارده، وكان لسه مساعد جديد من ماتش البنك الاهلي الماتش اللي فات. فهو جاي اصلا. يعني جاي في مرحله صعبه جدا. عندك ماتش السوبر ضد بيراميدز، افضل فريق في افريقيا السنه مم. دي، يوم الخميس الجاي. ماتش صعب جدا. مم. آه، طبعا مش اعتقد هقدر. ماتشات السوبر دي هتبقى حلوه. اه يعني معلش عشان بقطعك برضه. ماتشات السوبر دي هتبقى حلوه لان سيراميكا مفاير، والزمالك والاهلي كده كده يعني، وبيراميدز. اعتقد البطوله دي المفروض تبقى لذيذه ونشوف فيها حاجه غير متوقعه، يعني اعتقد كده. فعلا. كمل أه بقى، كنت بتقول ايه؟ بقول لك ان هي بالنسبه للكابتن احمد عبد الرؤوف، انا طبعا كمشجع لنادي الزمالك مش هقدر الومه. لو خسر كنت اقدر مثلا الوم فيريرا طبعا لو هو كان لسه موجود وخسر، لان هو مم. بقاله مع الفريق 3 شهور، ومن قبلها ماسك ماتشات الوديه والتدريبات من قبل ما الدوري يبدا، فهو حافظ الفريق. بس مش هقدر الوم كابتن احمد عبد الرؤوف لو خسر الماتش ده من بيراميدز. اما بقى عن لو انا شايف ان في مدير فني يستحق انه يجي ويدرب الزمالك، فانا شايف ان خوان كارلوس اوسوريو هو يعني انا كمشجع زملكاوي اتمنى ان ده اللي يحصل. يعني انت يعني انت هتخشوا ماتشات السوبر اللي جايه باحمد عبد الرؤوف ده، صح؟ ايوه. انت شايف ان انتوا يعني ما تجيبوش مدرب في الكام يوم دول؟ لا مش خالص. مش هينفع. لا خالص. وبص يعني هي متسجله دلوقتي، مش عارف بقى هي هتبقى يعني ايه، بس يعني احمد عبد الرؤوف رجل السوبر. ياه للدرجات ده تصريح ناري ده. اه. طب مش يعني جاي نابعة من ايه الكلمة دي؟ يعني نابعة من ايه الفكر ده؟ بص استنى بس عشان الواي فاي شرطتين. ماشي. بص من اللي انا شفته في ارضيه الملعب النهارده، هو مع يعني كمدرب، هو قبل ما يبقى مدرب ماشي، هو واحد من جمهور نادي الزمالك.
ماشي. فهو عارف هو بيعمل ايه، هو بيفكر نفس تفكيرنا بالظبط، بيلعب البيزك. يعني النهارده محمد شحاته بقاله كتير ما لعبش، حطه اساسي لانه هو عارف امكانياته، مش لسه هيجرب محمد شحاته. النهارده عمل تبديله انا شايفها هي الاحسن من بدايه الموسم. حسام عبد المجيد اول الشوط ميس باس كتير، بيحط صبحي في مواقف صعبه جدا جدا جدا. بدايه الشوط الثاني اول 3 أو 4 دقائق حسام عبد المجيد طول في كورته، طلعه على طول، لدرجه ان احنا كنا خلصنا اول 5 تبديلات في الدقيقه 50. وعند الدقيقه 60 كنا خلصنا التبديلات، وبدل محمد صبحي وينزل المهدي سليمان. ماشي. هو راجل عرف، خرج من عنده النهارده خوان بيزيرا ولا اثر معاه. حط عدي الدباغ في الشوط الاول، حط الدباغ والجزيري، نزل الدباغ من على الدكه، لعب باتنين رؤوس حربه. الشوط الثاني شال الجزيري، نزل تشيكوبانزا حطه ناحيه اليمين، وحط نزل فتوح. الشوط الثاني نزل مع الشوط الثاني نزل فتوح، وخرج خرج محمد شحاته، وعمل جبهه شمال فتوح وبنتايج، هي الجبهه الاخطر، جه منها جونين الشوط الثاني من الثلاث اجوان، عرضيتين من الجبهه دي، عرضيه من فتوح عرضيه من بنتايج، الاثنين اترجموا بجوان. فهو لا هو اللي انا شفته في ارضيه الملعب النهارده، حتى لو كان الخصم كان اللي هو كان مركز 18 ماشي، لا هو قادر ينفذ الطريقه دي برضو على نادي بيراميدز، على النادي الاهلي. بس طبعا هيبقى فيه شويه تحفظات في لان هجوم بيراميدز، هجوم النادي الاهلي، هجوم سيراميكا، على حسب انت هتقابل مين. مش هجومه هيبقوا زي طلائع الجيش اللي مسجل 5 اجوان من 12 ماتش. لا، فهو يبقى عارف ومدرك ان هو لازم يلعب باتنين في نص الملعب، مش دونجا بس. يعني انت شايف ان هو رجل المرحله؟ رجل السوبر، مش المرحله دي. بقول لك بلاش الحاجات دي. ما تعرف ان انا اول واحد اخترع من قدر على ايقاف هذا الطوفان، بس بطريقه تانية. ايوه والله. بتاعت مين مين فريق هيكسب فرقه فيها عمر السعيد ومصطفى؟ انا اول واحد اخترعها. يوم ايوه. الخمسة ده. لا بس انا عندي احساس عادي ان الزمالك يقدر يعمل حاجه. الزمالك بتبقى دي ماتشاته، يعني الزمالك ما يعني انت حتى يعني انت تفتكر ان بيزيرا هيلحق السوبر اصلا ولا لا؟ بيزيرا دي برضه حاجة لازم تحطها. انا مش متاكد بس اتمنى. وهل هتفرق؟ دي برضه نقطة مهمة. هتفرق جدا مع الفرق اللي زي بيراميدز. ايوه فعلا، لان هرجع للسوبر 2024 اللي الزمالك وبيراميدز برضو. الزمالك ايوه. الشوط الثاني كان عنده كميه مساحات، بيراميدز بدأ يهاجم بعد ما ضيع ضربه الجزاء. الزمالك كان عنده كميه مساحات، لو نفس السيناريو ده كان موجود او كان بيزيرا موجود معانا السنه اللي فاتت، كان ماتش الزمالك وبيراميدز ده ما وصلش لضربات جزاء. وكذلك لو لعبت النادي الاهلي، يعني بعيدا بقى طبعا على ماتش الاهلي اللي فات بيزيرا ما كانش موجود، ما كانش موجود خالص، بس ده كان بطريقه لعب المدرب اللي اسمه فيريرا. بس لحقت نسيت اسمه. انا كنت عاوز اقول حاجه ايحاء جنسي، بس يعني ايه ما رضيتش اقول. يعني يعني تفتكر ان انتوا هتقدروا تعملوا حاجة في السوبر؟ يعني انت عندك امل؟ مش هنعمل حاجه. ايه ده؟ ايه المفاجأة دي؟ احنا هناخد السوبر. ده شغل تويستات وكده يعني. أيوة. ماشي.
اصل في حالة انك قابلت البابا الكبير في النهائي هتاخدوا السوبر عادي، لان انا بقى عندي كلام وعايز اطلع. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اه اكيد. انا هتوقع لك دلوقتي حلو ولا ده. اتوقع بعدين؟ خلينا نتوقع في الاخر، نتوقع كل واحد فينا يدي توقع. طيب توقعي هو ان يا ابني بقول لك في الاخر. ماشي يا عم. ماشي. اتكلمنا بقى يا جاسر عن النادي الزمالك، نخش بقى على النادي الاهلي، النادي اللي انت خش. بتشجعه. شايف النادي الاهلي رايح لفين بعد تعثرين ورا بعض، تعثر بتروجيت وتعثر النادي بسم الله المصري؟ الرحمن الرحيم. انا اتكلمت عن ماتش بتروجيت يعني، اعتقد انت شفت انا قلت ايه. بس انا يعني بعد الماتش انا شايف ان احنا داخلين على ظلام ونفق مظلم وحاجات اللي هي، استنى بس على الكاميرا، حاجات اللي هي سيئة جدا دي. انا النهارده انا مش طايق اتفرج على الماتش، والله العظيم ما طايق. انا حاسس ان مفيش خطة، حاسس ان مفيش تكتيك، حاسس ان مفيش طريقة بنلعب بيها، انا حاسس ان كلها اجتهادات شخصية. كل واحد بيمسك الكورة بيبقى عايز يعمل اللي في باله وعايز يعمل اللي هو نفسه فيه. مفيش حد، مش حاسس ان في خطة او تكتيك او طريقة او لعبة متنفذة صح، او لعبة معمولة مثلا احنا هنعمل اللعبة دي عملناها في التمرين وهننفذها في الماتش. انا مش حاسس كده خالص، حاسس ان كل اللعيب بيلعب باجتهاداته الشخصية، بالحاجات اللي هو بيعرف يعملها. فما حاسس ان الفريق مش كتله واحده، حاسس ان احنا بندافع في حته وبنهاجم في حته ونص ملعب في حته اللعيبه مشتته، اللعيبه يعني التشكيل حتى كل ماتش تلاقي لعيب في حته. طاهر تلاقيه مره مهاجم، طاهر تلاقيه مره جناح، وانا بصراحه نفسي اشوفه على الدكه اساسا، انا مش عايز اشوفه في الملعب. اصلا انا مش اشوفه في الملعب، انا عايز اشوفه على الدكه. هو مره مهاجم، مره جناح، مره بن شرقي مره بن شرقي لا، مره مش عارف ايه، مره نلعب باتنين في نص الملعب. انا اتجننت النهارده. احنا متعادلين لحد الدقيقه 90، خلينا لحد الدقيقه 80 85، برضه بنلعب بديانج ومروان عطيه في نص الملعب. انت بتلعب باتنين ديفندرات ليه وانت خسران وفاضل 10 دقايق والماتش يخلص؟ لا ده مش الاهلي، ده مش الاهلي يا معلم، يعني فوق. ده احنا مش كده، احنا ما بنلعبش باتنين نص ملعب ويبقى خسرانين. احنا مش فريق بنرضى بالتعادل، احنا فريق عايز يكسب كل ماتش. يعني الفريق تعثر ماتش يكسب عليها سكور 6-7، مش تقعد تشلت لي طول الماتش. مفيش جمله. انا الماتش اللي بتاع بتروجيت قلت اصبروا على المدرب، انا ستيل عند كلامي اصبروا على المدرب، بس انا مش شايف اي اماره منه ان انا مثلا اديك فرصه او ان انا اصبر عليك. انا مش شايف منك اي حاجه، عشان انا بس فرحان زي ما قلت برضه الماتش اللي فات، فرحان في صفحات الاهلي اللي لعبنا اول ماتش اللي هو كان ضد ايجل نوار ده. انا اتفرجت على الماتش مفيش اي حاجه، يعني احنا ما قدمناش اي حاجه، اللعيبه بتلعب عادي، فرقه مالطا اساسا مش عارفين يستلموا، قاعدين بنلعب عليهم كوره طبيعي، يعني بتلعب عليهم كوره. احنا لو خدنا بعضنا كده انا وانت والشباب ورحنا لعبناهم هنكسبهم سكور. لعبنا كام كوره مدرب بستايل اوروبي، وهو عمل ايه اساسا يا ابني؟ بطل تنفخ. الماتش بتاع بتروجيت اتعثرنا، انا كنت حاسس ان فيك يا افاقين متخلفين. فالاهلي سيء. خلينا بس كده ابتدي كده قبل ما ما نخش على اللعيبه يعني اتكلم عليهم واحد واحد يعني. ده بس كانت ايه انتروداكشن كده اللي انا شايفه ان احنا داخلين على ايه. احنا داخلين على بعد تعثرين كده، مش متفائل بصراحه بالسوبر ويعني ما عنديش اي امل. خلينا اتكلم بس عن الماتش المصري الاول، عشان عاوز اكلمك عن الماتش المصري. انت معايا ولا لا؟ ايوه معاك. ماشي. انا يا اسطى النهارده بتفرج على ماتش المصري، انا بجد عيني وجعتني، والله بجد. والله دي العظيم. حقيقة. يعني انا على الجروب بتاعنا بعت، قلت انا عيني وجعاني من ماتش الاهلي اكتر من ماتش الزمالك، ودي غريبة. الاهلي يا اسطى كورته سيئة جدا، او ما عندوش كورة. جدا.
ايوه مفيش كوره. الأهلي- هو احنا اصلا مفيش كوره بنقدمها، مفيش حاجه، مفيش ماشي. جمله، مفيش الاهلي أي حاجة. الاهلي النهارده بيلعب فرديات. ما هو لسه، وانا ده اللي بقوله ايوه ماشي. الباكين اللي عندك مفيش اوسخ من كده. كويس انك جبت سيرته، عشان أنا كنت عايز ادخل على محمد هاني كده وايه، وبقلب جامد، لان هو يعني هو عامل اللي هو الأربعة من عشرة، اللي هو طالما ما بيأذينيش. انا كنت بقول كده على الكيتيكي وجاكبو الماتش اللي فات، طالما ما بيأذينيش يبقى تمام، يعني مش هقل منه يعني. لحد ما في اخر الماتش عمل حركه قسما بالله. أيوة. انا ابويا كان قاعد، انا لولا ان ابويا كان قاعد جنبي، كان زماني فقدت اعصابي. لا بتعمل ايه بتعمل ايه؟ هو عملها قبل كده في ماتش برضه، وكنا برضه طلعنا شتمنا فيه، وبرضه عملها النهارده تاني. لا استلامه، يعني لا هو استلمها صح، ولا هو ريحها صح. يعني هو لو طلع قال انا كنت بستلم فهو استلمها وحش، لو طلع قال ان هو كان بيريحها فهو ريحها اوحش. وبعدين انت في ماتش مزنوق، يا عم استلم الكرة عادل، مش لازم يعني حته برازيلي، ومش لازم تريح، يعني العب السهل. انت ليه بتحط على نفسك ضغط اكتر؟ يعني انت اساسا ما انت مش بتقدم لي طول السيزون عظمه فانا هاجي اغفر لك، لا انت اساسا طول السيزون وحش، فانا يعني هاجي عليك، فسوق يعني. طيب انا شايف برضو ان النهارده زيزو عمل مجهود جبار على الفاضي. ايوه كويس انك قلت على الفاضي في الاخر. يعني يعني زيزو النهارده جري كمية جري ملوش لازمة. بص زهقت انا من مش زيزو بصراحة. ايه. زهقت من زيزو. انا طبعا مش عشان زملكاوي وزيزو لا، ماشي. انا لحد يعني ايه، ده نفس اللي زيزو كان بيعمله معانا. بس زيزو بيلعب لوحده في الزمالك، هنا مع المنظومة كلها. ماشي. ده مش كلامنا، بس انا بتكلم على ماتش النهارده يعني. زيزو لا، زيزو وحش. زيزو عاوز يعمل جدا. كل حاجة. زيزو اه. انا مش عارف مركز زيزو النهارده في الملعب ايه. 10 10 ايه. ومرة واحدة الاقيه في على الجناح اليمين او الشمال. ايوه. يعني في كورة، محمد هاني كان بيشاور له يجي يقف ناحية اليمين، راح ناحية الشمال، ورجع بعد ناحية الشمال راح ناحية اليمين، شوية ينزل يستلم ويلعب، يطلع الفرقة هو بالكورة يلعب هو 10. انت ايه اساسا يعني؟ انت توظيفك ايه في الملعب؟ انت مين؟ انت عايز تعمل ايه؟ في كرة خبط فيها مع جراديشار، يعني هو انت برضو كمان هتقف راس حربه ايوه. يعني. وبيزعق لك جراديشار، يعني بيزعق يا ابني، ما دي ده كرة دوره جراديشار، هي كرة جايه في تمركز جراديشار. لا وده دوره اساسا، يعني انا ايوه. احنا اللي محبوسين جوه. احنا من جوه. يا ابني ده مكاني، انت اللي جاي غلط. يعني انت اللي جاي كويس ان غلط. احنا متفقين في الحتة دي. لا ده بجد ان يا اسطى، احنا انا حتى انت لو شفت الفيديو اللي فات، انا كنت بقول على زيزو انه ما بيقدمش اي اضافه، جري بس. يعني ربع مستواه مع الزمالك اما كان مفير مش موجود. انا بالنسبه لي هو ما بيعملش اي جديد، ما بيقدمش اي شيء. يعني ما اعرفش، يمكن يفوق عليكم، يعني اتمنى زي ما كل اللعيبه فاقت عليكم، كهربا وامام وكلهم جم استعادوا الثقه عليكم، يعني اتمنى. لكن لحد دلوقتي لا، زيزو صفر مع الاهلي، صفر، ولا اي، او بالاجوان اللي بيجيبها. انت حتى البينالتي رحت مضيعها، يعني هو. حتى لحد دلوقتي 7 مساهمات، يا الاكثر اسطى مساهمة في الدوري. يا اسطى لما بتجيله ضربة جزاء يبقى انت عارف والحارس عارف ان هو هيشوطها يمين، بس عمرك ما هتصدها. ماشي يا اسطى، بس يعني كل دي انت حاجات، فاهم قصدي صح؟ كل دي حاجات. ايوه فاهم. كل دي حاجات. ايه قصدك؟ البيتجات الاهلاوية. ايوه ماشي. قول بقى، عاوز تقول ايه؟ كنت بقول ان هو لو كان جاب كنت بقول المساهمات والحاجات دي، انا ليا عين بتفرج.
يعني مساهماتك على عيني وعلى راسي وزي الفل وكل حاجه، وكويس انك بتشارك وبتعمل مساهمات، بس انا عيني بتقول ان انت ادائك مش حلو، ادائك سيء، ما بتقدمش وانت ليه الاضافه. بتتكلم زيه كده؟ بتكلم زي احمد عز. اه. محللين زي بعض وكده يعني. ان شاء الله عايز اطلع معاه في بودكاست بعد كده. ف فبس يعني فانا مش شايف من زيزو اي حاجه زيه زي تريزيجيه. تريزيجيه اللي انا بقيت بصراحه، بس يعني بشوفه في الملعب بضحك فشخ بصراحه يعني، بضحك. انت عايز تعمل ايه اساسا؟ يعني انا الكوره بتيجي في رجله، ما بقاش مفكر هو هيعمل ايه. يعني هل هيعدي؟ ما تريزيجيه ما بيعرفش يعدي. هل هيشوط؟ ما بتجيش. هل هيعمل عرضيه؟ ما بيعرفش يعمل عرضيه. هل هيباص؟ ما بيعرفش يباص. طب هو هيعمل ايه؟ هيدرجن دلوقتي، يدرجن لحد ما الكوره تتقطع، بعد كده يجري يجيبها، تتقطع يجري يجيبها، تتقطع، ونقعد بقى كده ايه طول 90 دقيقه. طب ماذا يعني؟ وبعدين هي دي اللعبه اللي احنا جايبينها. انا كنت متوقع ان احنا مع اللعيبه دي خلاص بقى الاهلي هياكل افريقيا، هو الدوري المصري ده يبقى بالنسبه لنا بونبوني يعني. لا لا، انا حزين، انا حزين جدا يعني، اهلي مش عارف اتفرج عليه بصراحه، السوق اللي هو فيه ده يعني. تعرف ان اقل حد في الزمالك هو معدي ارقام زيزو؟ اقل حد من ناحيه ايه يعني؟ من ناحية اللعيب، مركز بمركز. يعني انا لو قلت دلوقتي ان ناصر انا ماهر يعني. اه مم. او شيكو بانزا. ماشي، شيكو بانزا بالتساوي مع زيزو، الاتنين جايبين 3 اهداف. ناصر ماهر جايب 4 معدي زيزو. ناصر ماهر بيتساوى مع تريزيجيه. انا بتكلم دلوقتي على، مش هتكلم عن لعيبه الزمالك، في لعيبه تانية ماشي معديه ارقام لعيبه النادي الاهلي. وعاوز اقول حاجه، ان الماتش اللي جاي، ماتش النادي الاهلي اللي جاي، الاهلي هيعديه من سيراميكا، بس سيراميكا هتحرج النادي الاهلي هي كده كده احراج. حركته السنه اللي فاتت اساسا، فيعني عادي. ايوه. لا بس سيراميكا السنه دي، سيراميكا النهارده كانت بتلعب، كانت خسرانه لحد الدقيقه 92 1-0، قلبت الماتش 2-1 فريق جامد، مش من الدقيقه 92 ل فريق جامد 97. يعني. اه. انا حتى يعني انا لما نيجي توقعت اقول لك توقع يعني. ف هرجع تاني واقول مثلا ان ان حتى اللعيبه اللي انت كنت يعني سيبك من المدرب، انا حاسس انها دلوقتي ما بقتش قصه مدرب. لان المدرب هو يعني لو هو ايه الافكار اللعيبه دي اللعيبه مش بتنفذها في الملعب. انا حاسس كده بصراحه، حاسس ان في افكار واللعيبه مش قادره تنفذ الافكار دي في الملعب. حاسس كل لعيب بياخد الكوره وعايز انا. لا، انت في الاهلي، والاهلي اكبر منك ومن تاريخك كله. انت المفروض جاي عشان تساعد النادي مش عشان تساعد نفسك. انت جاي المفروض عشان تخلي النادي يكسب بطولات. زيزو، انت جاي عشان النادي يكسب بطولات، مش جاي عشان انت اللي تاخد افريقيا وتبقى خلاص كده. لا، انت جاي عشان النادي، شارينك عشان النادي. تريزيجيه، انت مش الوان مان شو، مش انت اللي هتيجي تنقذ الاهلي من الدمار وتعدي بيه. انت الاهلي قبليك خد بطولات كتير وعادي يعني، مش احنا مش كنا في فتره ضياع وانت اللي تيجي تنقذنا. مش لازم كل كره تاخدها عايز تعدي وعايز تفوت وعايز تجيب انت الجول. عادي يعني، خف الضغط على نفسك عشان انت حطه على نفسك بالعافيه، ومحدش يعني احنا منتظرين منك، بس محدش قال لك انت اللي هتشيل الاهلي على كتافك. يعني مش انت اللي هترجعنا للمجد، احنا اوريدي اساسا في مجد، احنا اوريدي اساسا بنعمل مجد. فانت مش انت يعني خف ضغط على نفسك. فزيزو، لا انا مستني من زيزو احسن من كده، اشتغل على نفسك برضه يخف الضغط من على نفسه. احنا منتظرين منك اكبر من كده، بس يعني طول ما انت بتلعب في حدود المحدود اللي عندك. يعني لو الفرقه وحشه، يعني انت جايب اخرك مثلا عامل اللي عليك، خلاص انا مش هاجي الومك، مش هقول لك حاجه، الفرقه اوريدي وحشه، فعادي. لكن انت تبقى بتلعب وحش وعايز برضو كل كره تاخدها وتجيب جون، لا يعني مش هتقبلك يعني. برضو حاجة مهمة جدا يعني، لما إمام يرجع
اعتقد الفرقه شكلها يا نهار اسود، ده كنت بجد لسه اقولها. لما امام يرجع اعتقد الفرقه، اه والله كنت لسه اسالك سؤال اعتقد عن الفرقه امام. شكلها يختلف قوي يعني. لو انت عايز تسال السؤال، انا بالنسبه لي امام هو احسن لاعب في الاهلي آه، السنه اللي فاتت يعني، واحسن لاعب في الاهلي تقريبا يعني. فهو لما يرجع اعتقد هيفرق شويه في الفرقه وكده. اعتقد هيدي ايدج للاهلي شويه يعني. ان شاء الله يرجع بمستواه يعني. هو اكيد هنصبر عليه كذا ماتش، بس يعني ان شاء الله يجيب مستوى كمان عشان افريقيا مع المنتخب يعني وكده، يكون جاب مستوى ورجع وبقى كويس. ف بس يعني. وكنت عايز برضه معلش بكلم كتير، كنت عايز برضه اتكلم على جراديشار النهارده. يا نهار اسود. والله السؤال اللي بعده. طب قول كنت هتسال ايه؟ طب قول. كنت اقول لك، هو انت شايف جراديشار المهاجم الاساسي اه للنادي الاهلي ايوه ولا طبعا. لا؟ بص انا بشيل موسم 2021، الموسم اللي هو شريف كان فيه هداف الدوري، فاكره انت ده؟ انا عمري ما اقتنعت بمحمد شريف، عمري ما اقتنعت. شوف بقى هو هاري الزمالك اجوان، وكان بقى المخيف يعني ما بحسوش كده، ما بحسوش. هو كان في وقت جامد، وبعد كده ده بيضيع كتير فشخ، عشان كده احنا مشيناه اساسا. ودلوقتي جه انا يعني مش حاسس ان ده المهاجم اللي بعده وسام يعني، اللي هو يعني احنا بقى هينتشلنا برضه يعني. يعني مش حاسسها خالص بصراحه يعني. فجراديشار هو المهاجم، حتى ضيع مش مشكله، هو على الاقل بيتحرك كويس، على الاقل بيروح مهاجم يعني. انا متقبل جراديشار حتى لو بيضيع يعني. هو النهارده كان عامل ماتش كويس جدا يعني. هو ملوش ذنب ان الحارس كان متالق فشخ يعني، ملوش ذنب. آه يعني الحمد لله. عايز تتكلم عن حاجة تاني في الأهلي؟ مش عاوز اتكلم عن حاجه تاني الصراحه في النادي الاهلي. عاوز أنا برضه نخش حاسس في إن التوقعات. إحنا نخش في التوقعات. توقع أنت بقى الأول. انا اتوقع الزمالك بطل السوبر. الزمالك هيكسب بيراميدز، الاهلي هيكسب سيراميكا، الزمالك هيكسب الاهلي. ماشي. أتوقع نتيجة النهائي طيب. اتوقعها 2-1 للزمالك او 1-1 وضربات جزاء للزمالك. اصل برضه مستوى الزمالك السنه دي برضه ما يأهلوش انه فاهم انه يكسب بسهوله كده. لا الزمالك أنت عارف المصيبة فين؟ فين. أنت قلت الزمالك هيعدي بيراميدز عادي كده يعني. فيها حاجه. أيوه فيها إن بيراميدز فريق فشيخ، وانتوا فريق مفيش، ويعني هيخشوا يكسبوكوا 6، وهيقابلونا في الفاينل يدونا 7، وهياخدوا لا البطولة. انا رهاني على شايف الزمالك دايما الصراحة. خسران. طيب يبقى انا اللي بقوله صح. لا شايفه يعني. اصل دي برضو اللي انت فرقتي شايفه. وانا حافظها وعارفها وعارف سيناريوهاتها. انا هقول لك بقى توقعي. انا شايف احنا مش هنعدي سيراميكا اساسا. سيراميكا هتكسبنا، هيوصلوا الفاينل، وبيراميدز تكسب الزمالك ويوصلوا يبقى فاينل، مش هيحضروا 4. تمام. والامارات هتخسر. ده اشترت حقوق الماتشات دي، وام بي سي مصر بقى تشترك الحقوق وتجيبوا فارس عوض عشان يعلق على نهائي بيراميدز وسيراميكا، وبيراميدز هيخش يشتري سيراميكا سكور وهياخدوا البطوله وخلصنا على كده. بيراميدز هو بطل السوبر المصري. طبعا ده مع عدم تمنيات يعني انا اتمنى طبعا ان احنا ندقر سيراميكا ونخش نقابل الزمالك ولا بيراميدز في الفاينل ونكسبهم. طبعا تمنيات يعني، انا بتوقع بيراميدز هو بطل السوبر يعني. هوت تيك. انا عند كلمتي الزمالك بطل السوبر ان شاء الله، ونرجع للفيديو بعدين. يرجع يا عم وماله، يا رب ينزل بس. ان شاء الله. طيب بس عندك حاجة تانية عايز لا تقولها؟ شكرا.
في الليل على كده. شكرا لكم يا جماعه انكم اتفرجتم. لو وصلتوا لحد هنا يبقى انتوا ناس زي الفل وزي العسل، ومصبح عليكم ومسي. تشوفوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات وتشيروا الفيديو في كل حته. بس عايز تقول حاجه مروان؟ سلام. السلام عليكم.